مرحبا مشاهدي الاعزاء، واهلا وسهلا بكم في قناتي قناه نجوم زمن عن طبخ المشروبات اليدويه تعديل المنتجات من الملابس اليدويه بتاعتنا. ان شاء الله اليوم هفرجكم ازاي بنعمل الخليط بتاع الزرع. طبعا انا قلت لكم سابق ان كل القشور احنا بنضربها في الخلاط. اي قشر عندك، قشره الخضروات، الفواكه، باقي الشاي اللي هو التفل بتاع الشاي، كل الاشياء ديت احنا بنضربها في خلاط وبنعمل منها اللي هو الخليط زي ما انتم شايفين. ده خليط انا عملته اهوت. طبعا بسقي بيه الزرع. طبعا الزرع ده طبعا زي ما انتم شايفين ده الفلفل اهوت. طبعا وريتكم البذور في الاول بدأ يطلع. طبعا الفصل الصيف طبعا انت هتسقي الزرع كل يوم او ممكن مرتين على حسب الحرارة، لكن في الشتاء كل يومين. طبعا بالشكل ده الخليط ده هنحط كل يومين او مثلا مرة في الاسبوع، يعني مرتين في الاسبوع من الخليط عشان الزرع يكبر، من الخليط اللي احنا قلنا عليه بالشكل ده. طبعا المية برضو كل يومين، يعني هنحط كل يومين مية، ومرتين في الاسبوع الخليط اللي هو قشر الخضروات ديت بنضربها في خلاط وبنصفيها وبنسقي بيها الزرع. لو انت اول مرة هتحط الزرع هتحط القشور من غير ما تصفيها، يعني بالتفل بتاعها. ليه؟ لان بيدي فوايد. لكن لو انت عندك الزرع زي ما كده هتصفيه طبعا عشان ما يحصلش التعفنات. بنسقي طبعا كل يومين فصل الشتاء او كل 3 ايام على حسب زي ما انتم شايفين الطبيعيات بالشكل ده. بتكون جافه شويه، ما بتكونش طريه قوي. طبعا وزي ما انتم شايفين اي بذره انت بتحطيها بتطلع برتقال تقريبا او ليمون او برتقال، مش فاكره كده ليمون او برتقال. زي ما انتم شايفين اي بذره انت بتحطيها طبعا بتطلع. زي ما انتم شايفين ده نبات اللي انتوا شايفين ده شمام، شايفين ده شمام اللي طالع ده شمام اللي هو الاصفر، الشمام الاصفر شايفين. فطبعا ده فلفل. الفلفل ده طبعا الوانات، هيبقى منه الوانات الاحمر والاصفر والاورنج، دي كلها الوانات طبعا. وزي ما انتوا شايفين البلح برضو اي بذره انت هتحطيها هتطلع اهوت فلفل بالشكل ده. حطينا البذور وبدات تطلع البذور. طبعا انتوا شايفين الفلفل وهو صغير اول ما بيطلع اهو، اول ما بالشكل ده وبيكبر بالشكل ده وبيبسبس ويبدا يطلع. الطماطم كذلك، بس الطماطم لسه صغيره. شايفه اول ما تطلع الطماطم تكون بالشكل ده. طبعا الجرجير انا قبل كده علمتكم انه من راس الجرجير بنزرع الجرجير. والنعناع نفس الطريقه، بادئ النعناع اهوت من عيدان النعناع بنحطها لسه بادئ يطلع النعناع. شايفين الطماطم اهي هي لسه صغيره بتبدا تطلع، لسه بتطلع الطماطم. طبعا وده ريحان برضو انا زرعاه من عود الريحان. شايفين ده عود ريحان زي ما زرعت الفلفل النعناع برضو من عود الريحان. شايفين ده الشمام لسه بادئ يطلع، كل ده شمام بادئ يطلع. فدي كانت اللي حبيت بس افرجكم اليوم. شايفين اهي الطماطم اول ما بتطلع، شايفين الطماطم. وطبعا التانية البرتقال او الليمون اول ما بيطلع. وده شايفين الفلفل اول الفلفل ما بيطلع. طبعا البلح اول ما بيطلع بيكون بالشكل ده. طبعا انا فرجتكم سابق عن هذا اسمه ايه ده، اناناس طبعا من راس الاناناس. دي كانت راس الاناناس وطبعا زرعناها زي ما انتم شايفين الراس، والراس كبرت بالشكل ده. كل ده احنا طبعا خدناه وزرعناه في البيت. يعني كل ده كان موجود، البذور موجوده عندنا من الفلفل اللي احنا اشتريناه وزرعناه زي ما انتم شايفين وبدا يطلع بالشكل ده. فده بس كنت حبيت اليوم بنسقي من الخليط ده. بنسقي انه هنحط على حسب القصريه، مثلا قصريه كبيره زي دي هحط عليها كوبايه، قصريه مثلا صغيره زي دي بحط نص كوبايه. وطبعا احنا فتره الشتاء يعني كل يومين هتسقيه، كل يومين كل 3 ايام على حسب حاله الزرع. لقيتيه ناشف خالص خالص طبعا هنحط الكوبايه كمان، رطب شويه نص كوبايه. كل يومين بتسقي الزرع. فده بس كنت حبيت افرجكم عليه اليوم، هو ازاي بنعمل الخليط وبنسقيه للزرع. وطبعا الزرع عندك بيكبر زي ما انتم شايفين بيكبر وبيطرح. شايفين كبر وطرح كل الاشكال. فده بس كان حبيت ان افرجكم عليه اليوم. يا رب اكون افدتكم، واهلا وسهلا، وفي امان الله.